أهلا بكم من جديد. ضيفي علمته أحلام الطفولة أن يكتب الشعر، وعلمته أوهام السياسة أن يحترف الكتابة والإعلام، وعلمته انكسارات الثورة أن يكتب الرواية. أرحب في 90 دقيقة وفي القاهرة بالكاتب والروائي الكردي هوشنيك أوسي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم، وشرف لي أنه أمسي على المصريين وعلى السوريين وعلى الأكراد وعلى كل شعوب الشرق الأوسط من هنا من القاهرة. طيب. شرف كبير لي. احنا هنبدأ من النقطة الحالية، من بوست حضرتك كتبته عشان نقول للناس يعني حضرتك موجود في القاهرة، بتعمل ايه وبمناسبة ايه؟ يعني انت كتبت زي ما السادة المشاهدين هيشوفوا كده على صفحتك، ورونا كده شباب، بتقول أول كتاب يصدر لي في القاهرة ولن يكون الوحيد. بدأت مع مؤسسة بتانا بالشعر، وأعيدها أن يكون الكتاب القادم نص روائي. ألف شكر للقاهرة ولمؤسسة بتانا. وبيسألوني بحب القاهرة ليه، وهي دي حاجة محتاجة سؤال. أنت بتحب وردة؟ وبحب وردة وعبد الحليم وأم كلثوم وكل رموز وأساطين الغناء العربي الأصيل، زي ما بحب الغناء الكردي والغناء التركي والأرمني. وكل حاجة بتعد يعني تخلق في نفس الإنسان قيمة إبداعية، قيمة جمالية في الموسيقى. لا أجد نفسي يعني إلا أن أحبها يعني. دي أول مرة ليك في القاهرة؟ لا، دي ثالث مرة. ثالث مرة. والثالثة ثابتة يعني. ثالثة ثابتة إن شاء الله بعدها كتير. أول مرة كانت إمتى؟ أول مرة كانت كمان في معرض الكتاب، بدعوة كريمة من هيئة الكتاب. وكان لي ندوة حوارية أدارها الأستاذ والصديق العزيز، وبوجه له تحية، دكتور زين عبد الهادي، رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب. هو اللي أدار الحوار معايا. ده كان في سنة كام؟ كانت يعني العام الماضي، دورة العام الماضي. في الخمسين اللي هو اليوبيل الذهبي. دي المرة الأولى. والمرة الثانية كانت في ملتقى الرواية العربية اللي كان في أبريل الماضي. كان لي يعني شهادة إبداعية حول تجربتي، ويعني شيء أنا كتبت حول الموضوع، يعني حول ملتقى الرواية. من مهم جدا جدا عودة مصر إلى الفعل الثقافي بهذا الزخم، بهالقوة يعني. ده انت عارف ان مؤتمر الرواية كان توقف عدة سنوات بعد يناير. طبعا قالوا يعني التفاصيل دي عرفناها فيما بعد في سياق جلسات المؤتمر ده. نقلة نوعية للقاهرة. وأنا كما ذكرت في البوست أنه أنا أشكر القاهرة، أنه بدايتي الصحفية كانت في لبنان في بيروت. وبدايتي الروائية كمان كانت في لبنان من بيروت، في الرواية الأولى والثانية. أنت كتبت حتى الآن 7 دواوين ولا 6؟ ده الديوان الثامن. ده الديوان الثامن. يعني أنت الديوان الثامن، والأول أصدرت 7 دواوين، وهذا الثامن والأول لك من القاهرة. من القاهرة. اللي هو غلافه معانا كمان. لا أزل إلا صمتك، لا أبد إلا صوتك. العنوان في شوي يعني نوع من اللعب على الكلام، أو التناقض بين الأزل والأبد والصمت والصوت. ومخاطبة الأنثى يعني إن كان هنالك أزل فهو صمتك، وأن كان هنالك شيء اسمه الأبد فهو صوتك. وده مقتبس، يعني ما فيش نص بالعنوان ده ضمن القصائد. لا، عبارة بس صورة شعرية مقتبسة من أحد النصوص. أنا مش من طبيعتي إنه الدواوين الشعرية أنتقي عنوان قصيدة. لا أنت بتحط عنوان يعبر عن الحالة الشعرية كاملة. برافو. لأنه لو انتقيت عنوان قصيدة وجعلته العتب الرئيسي للديوان، فمعناته أنا أفضل نصا على آخر، معناته في هناك أولويات، والنصوص دي الثانية تغار
تشعر بالحسرة أو ده لا. ده من إنصاف كل النصوص أنه آخذ المنحى العام للنصوص واختزله في عبارة مكثفة أو في عنوان مكثف يصلح أن يكون يعني عنوانا لكل النصوص. طيب اسمح لي أنه احنا نظل قليلا في مساحة الوجع، وأنت شاهد على ما جرى في سوريا، وأنت شاهد على ما جرى من تركيا. أنت ولدت سنة 76، فضلت في سوريا لحد إمتى؟ فضلت في سوريا لغاية 2009، بداية 2009. 2009 اضطريت أنه أهرب من بلدي، من سوريا نتيجة لأنه أنا كتبت في صحيفة الحياة بحدود 11 سنة. وكتبت في الصحافة اللبنانية، كتبت في العرب اللبنانية كمان، يعني كتبت في عدد كبير من الصحف، في السفير، في النهار، في المستقبل، كتبت في جريدة الخليج الإماراتية. لكن النفس بتاعي في مقالات الرأي كانت ناقدة للنظام السوري، ناقدة للواقع يعني للاستبداد، الواقع الاقتصادي المتردي، الواقع الثقافي، الفساد اللي بيتحمله النظام. فأنا من الضمير الوطني السوري انه ان ادافع عن هموم المقهورين وانتقد المسؤول عن هاي الحاله وهو النظام. فالنظام المخابرات عندنا في سوريا يمكن يجي 11 سلك امني، مخابرات عسكريه، مخابرات جويه، مخابرات سياسيه، اتعرض للتحقيق والتهديد لكن روح على البيت يعني. بس في 2018 نهاية 2018 المخابرات الجوية المسؤولة عن طيارة الرئيس وأمن المطارات وعلى اتصال مباشر بالرئيس بشار الأسد داهموا بيتي، وبمحض الصدفة يعني نجوت من الاعتقال. وإلا بس انت قلت لي في 2009 خرجت؟ هربت إلى تركيا. وقتها كانت العلاقات بين أردوغان وبشار الأسد حميمة، وبشار أردوغان كان بيقول طبعا بيقول شعر في بشار ويمدحه وكذا كويس. فهربت من سوريا لتركيا. المفوضية بتاعت اللاجئين قبلت طلب لجوئي بحكم أنه أنا كاتب ومعارض وحياتي مهددة في سوريا، كتب في مقالات، والصحافة التركية كانت تنشر مقالاتي تترجمها وتنشر، فأنا كنت معروف لدى المخابرات التركية كمان. تمام. وانتقد الواقع التركي في مقالاتي في الحياة وفي صحف أخرى. طب هقول لك معلومة. تصور صحيفة المستقبل اللبنانية مسؤولين أتراك في السفارة التركية في بيروت تدخلوا لدى هذه الصحيفة لمنع نشر مقالاتي، أقله المقالات التي تنتقد تركيا. عشان خاطر عشان خاطر بشار ولا عشان خاطر؟ لا عشان دي المقالات تنتقد تركيا. تنشر في صحيفه المستقبل. فعناصر من المخابرات التركيه تدخلوا لدى السفاره. تدخلوا انه الراجل ده اذا كتب ثقافه وكذا ملوش ملناش داخل، بس المقالات اللي تتناول الشأن التركي امنعوها. لما كنت في تركيا كنت معروف للامن والاتراك كمان، فتركيا رفضت منح الإقامة المؤقتة عشان الأمم المتحدة تستكمل إجراءات اللجوء. فأنا اضطريت أعمل إيه يعني؟ اضطريت أرفع دعوة على وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري. 6 شهور 7 شهور الأتراك وافقوا على منح الإقامة المؤقتة. يعني الكلام كله ده موثق، يعني ما حدش مثلا من تركيا يجي يقول لي إنه ده بيتكلم كلام، كله موثق. فالأتراك بعد 7 شهور بعد ما صار إلي ملف في القضاء الإداري، صار إلي محامي في تركيا، وأمارس تقنية الهجوم خير وسيلة للدفاع. أكتب في صحيفة الحياة مقالات نقدية حادة في حق تركيا، أكتب في صحيفة راديكال التركية اللي أغلقها يعني أردوغان كمان مقالات ناقدة خاصة في تركيا. في قناة العربية برامج يستضيفونني للتعليق على الأوضاع التركية، كمان أنتقد. ده كان أسلوبي، أنه الهجوم خير وسيلة للدفاع. طب أنت فتركيا رفضت أنك تروح تستقر هناك. رحت فين بقى؟ تركيا يعني كان في الوقت ده مجلس التعاون الاستراتيجي ما بين بشار الأسد وأردوغان، تعاون في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية وكل حاجة. فتبادل المعلومات عن المعارضين أو العناصر الخطرة على أمن النظامين كان في تنسيق بيناتهم.
فالأتراك وافقوا بعد ما رفعت دعوة وصار لي ملف في القضاء، وافقوا. بس تركيا مش جمعية خيرية، لما بتدي حد حاجة لازم تاخد منه حاجات يعني. وافقوا يدوني الإقامة المؤقتة، لكن أصدروا قرار ترحيلي من اسطنبول إلى مدينة عنتاب الحدودية اللي هي على بعيدة يعني نائية. وأنا في اسطنبول صار عندي علاقات مع الصحافة، مع منظمات المجتمع المدني، مع عنتاب. طبعا يعني الناس صاروا يعرفوني في اسطنبول. مين بيعرفني في غازي عنتاب؟ واحد قتلني او خطفني او عمل لي اي حاجه، ما حدش حيعرفني. عموما انا يعني هم نفوك جوه المنفى. هم اصدروا قرار، لكن انا لم التزم بذلك القرار. انا قطعت علاقتي مع السلطات تركيا ومع الامم المتحده، وخدت مركب زي اي لاجئ في زوارق الموت، ورحت على اليونان، ومن اليونان على بلجيكا. دي القصه. استقريت في بلجيكا. دلوقتي أنا في بلجيكا مستقر، وحاصل على الجنسية البلجيكية كأي مواطن بلجيكي يعني يعيش حياته الطبيعية في بلجيكا. وبلجيكا منحتني كتير يعني الحرية والأمان والصحة والاستقرار. طب قصة 2018 بقى لما داهموا بيتك؟ 2008 ما أنا يعني 2008 داهموا بيتك، فأنت طلعت 2009 من سوريا إلى تركيا، ثم إلى بلجيكا حيث تستقر الآن ولديك الجنسية البلجيكية. طيب أنا هاخد تصورك عن اللي حصل بقى في سوريا من 2011 وحتى هذه اللحظة، لكن بعد هذا الفاصل القصير. فاصل وأعود لحضراتكم مرة أخرى لاستكمال حوارنا مع الكاتب والروائي الكردي هوشنيك أوسي.